بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني، رمضان كريم وأفطار شهي إن شاء الله. طبعا اليوم عندنا طريقة عمل هذا الحلى جدا راقي، ومثل ما جا تلاحظون مورق وترف بنفس الوقت، والحشو مالته جدا راقي. إن شاء الله تجربوه وينال إعجابكم. طبعا ننتقل إلى المقادير وطريقة العمل. عندنا هنا 3 كوب طحين صفر أبيض متعدد الاستعمالات. أنا استخدمت طحين الرحمة. ضروري تكون نوعية الطحين جيدة. ننخلهم وبعدين نضيف ربع ملعقة صغيرة جدا من الخميرة الفورية. بعدها ضفت قليل جدا من الملح، وضفت ظرف من الفانيلا. بعدها نقلب المواد جيدا. طبعا مجرد نقلبهم ونجانس المواد. بعد ما جانست المواد ضفت ربع كوب من الزيت، طبعا زيت النبات العادي، وضفت ملعقة كبيرة من السكر. طبعا اللي يحب يضيف ملعقة عسل طبيعي بدل السكر عادي يرهم، يعني تضيفوه ملعقة. بعد ما ضفت السكر بديت أجانس المواد مثل ما جا تلاحظون بهذه الطريقة. طبعا أنا سرحت لكم الفيديو حتى لا يطول عليكم. جانست المواد جيدا بحيث الزيت يتوزع على كل الحبيبات. ضفت نص كوب من الحليب. طبعا الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ حبايب. طبعا هذه العجينة احنا مريتها تخمر، مجرد يعني الخمرة تنطيها ترافة للحلى. بديت أعجن بالحليب، وبعدها عجنت بالمي. طبعا المي أيضا يكون بدرجة حرارة المطبخ. وطبعا أنا أخذ وياي مي نص كوب وملعقتين. انتم حسب نوع طحينكم، ممكن تحتاجون أكثر ممكن أقل. المي يعني ضيفوه تدريجيا، لأن تعرفون من نوع طحين إلى آخر يختلف. حبايبي اللي وصل لهنا فضلا وليس أمرا لا تنسونا من اللايك، واللي مشترك يشترك ويفعل الجرس، ومشاركة الفيديو بين الأهل والأصدقاء حتى الكل يستفاد. بديت طبعا أعجن بالعجين بهذا الشكل. وضروري حبايب العجينة تكون طبعا متماسكة، لكن تكون ترفع بعض الشيء، يعني ما يعني العجينة مو سائلة ولا صلبة. بعدها مباشرة نقطع العجينة. طبعا حبايب أنا قطعتها 8 قطع. لا تحاولون تقطعوها أقل من 8 قطع، لأنه العجينة لما راح نفتحها راح تاخذ مساحة أكثر، وراح تضوجكم وتعرقلكم بالعمل. فقطعوها 8 قطع حتى العجينة لما تجون تفتحون العجينة بالنشا راح ترتاحون بيها، وتكون المساحة مالتها تاخذ أقل حتى لا تعرقلكم بالعمل. بعد ما قطعتها 8 قطع بهذا الشكل بديت أحضر الحشوة. كوب من مبروش جوز الهند وكوب من المكسرات. طبعا حبايب الحشوة حسب رغبتكم، ممكن تستخدمون أي نوع مكسرات أنتم تحبون، وممكن تحشوها بالقشطة. أنا استخدمت فستق عبيد وجوز عين الجمل. كسرتهم قطع صغيرة، يعني مو كلش طحنتهم. وبعدها ضفت كوب من المبروش جوز الهند، وضفت لها ملعقتين من الحليب المحلى ينطيها طعم كلش لذيذ. وأيضا راح نشكلها حتى لسهولة العمل. نشكلها طبعا كرات صغيرة. طبعا حتى نعرف الحشوة أصبحت عندنا جاهزة القوام مالتها أو الخلطة. نحاول نجمعها كرة صغيرة مثل ما جا تلاحظون، حتى أختبرها بأن هي أصبحت جاهزة، لأن نريد نكثر لها حليب محلى. وبعد ما أصبحت عندنا بهذا الشكل راح طبعا أشكل كل الكمية بهذه الطريقة، وبعدين أرجع لكم حتى لا يطول عليكم الفيديو. بعد مرور تقريبا 10 دقائق بقيت العجينة ترتاح. طبعا العفو ما ذكرت لكم قد الوقت اللي بقيتها بيه ترتاح. ارتاحت عندنا العجينة 10 دقائق فقط. حبايب لا تبقوها أكثر لأن مريتها تخمر مثل ما ذكرت لكم مسبقا. مجرد ارتاحت العجينة 10 دقائق وبديت أفرد بيها. طبعا نفرد العجينة على كمية من النشا.
طبعا حبايب ضروري تكثرون نشا حتى الحلا وياكم تورق وأيضا تكون مقرمشة. بديت أفتح طبعا أو أفرد العجينة بهذا الشكل كل القطع. كل قطعة فردتها شكل مربع لسهولة العمل. طبعا لما نجي نشكلها تكون أرتب من الشكل الدائري. انتم حسب رغبتكم ممكن تشكلوها دائري تفردوها يعني أو تفردوها مربعة. أنا حبيت أسويها شكل مربع. بعد ما فردت بهذا الشكل القطعة بديت أفرد بالقطعة الثانية وراح أكمل كل الكمية بهذا الشكل وأرجع لكم. طبعا أنا راح أفتح هسه أو أفرد 4 قطع. كل 4 قطع راح أفردهم على حدة. بعد ما فردت هذه ال4 قطع مثل ما جاي تلاحظون بهذا الشكل. طبعا فردتهم قليل حتى نغلفهم بالنشا. بعد ما فردتهم بهذا الشكل وأصبحت عندنا 4 قطع جاهزة. وضروري حبايب تكون القطع متساوية حتى لما تفردوها بالمرة الأخرى تكون مرتبة والحلة تكون وياكم أيضا أشكالها مرتبة. بعد ما كملت عندي 4 قطع الأولى بديت أفرد بال4 قطع الأخرى وبنفس الطريقة. وبعد ما كملت كل الكمية بديت أفردهم بالمرة الأخرى. وطبعا حبايب ضروري تنظفون المكان من النشا حتى يكون العمل مالتكم أولا على نظافة وثانيا يصير لكم ماهس بالعمل يعني لما الواحد يشوف المكان نظيف ويفتح العجينة. وهذا بديت أفرد بيها بهذا الشكل. طبعا حبايب كل ما تفردوها أكثر راح تحصلون على نتيجة أفضل وراح تحصلون على حلا مورقة أكثر. طبعا حبايب بديت أفرد بيها بهذا الشكل وكل شوية أقلبها على جنب إلى أن شكلت وياي بهذا الشكل. طبعا بعد ما فردتها بهذا الشكل مثل ما جاي تلاحظون 4 قطع صار السمك مالتهم بهذا الشكل. طبعا هذه القطعة الوحدة ضروري تكون وياكم القطعة الوحدة بحيث الإيد تبين من وراها أو الألوان أو الكاونتر يبين من وراها بهذا السمك. تكون كلش خفيفة ورقيقة الطبقة الوحدة. طبعا هذه 4 طبقات. بعد ما كملت ال4 طبقات بديت أمسحهم بقليل من المي بالأطراف فقط حتى لما نجي نبرمهم ما راح تنفتحون ويانا عند التشكيل. بعد ما مسحت الأطراف بالمي بديت أبرم بيها بهذا الشكل. طبعا حبايب الحلا جدا سهلة وصحيحة يعني بيها مراحل لكن جدا سهلة والعمل مالتها جدا ممتع والله يعني فتشي خرافي والطعم مالتها جدا راقي يعني يستاهل العمل. بعد ما برمتها بهذا الشكل بديت أقطعها قطعتين حتى نخليها على جنب. طبعا حبايب هذه اللقطة ما حبيت أقطعها حتى تشاهدون فائدة المي اللي تركناه بالأطراف. هذا الطرف لأنه ملاحة مي مثل ما جاي تلاحظون انفتحت الأطراف مالته. انتم من البداية انتبهوا بحيث كل الأطراف يلوح المي. طبعا كملت مثل ما جاي تلاحظون هذا ال4 قطع وبديت أكمل القطع الأخرى وبنفس الطريقة راح أكمل كل القطع. طبعا حبايب بعد ما كملت كل القطع طبعا كملت عندي بهذا الشكل كل قطعتين من 4 قطع اللي فردتهم. بعدها نقطع الحلا. طبعا التقطيع هو حسب الرغبة ممكن تقللون القطعة أو ممكن تكبروها لكن الحجم المناسب هو مثل ما أني جاي أقطعه. قيسوه إصبعين
العرض مالته، وبعدين قطعوها بهذا الشكل. بعد ما قطعت كل الكمية طبعا على المكان اللي يكون مبروم نثقبه بهذا الشكل، ونوسع المكان اللي راح نخلي بيه الحشوة. نفتح بهذا الشكل وبعدين نخلي الحشوة حشوة المكسرات. ومثل ما ذكرت لكم ممكن تستخدمون حشوة القشطة أو ممكن تستخدمون التمر أيضا، والمكسرات أيضا يرهم. حبايب ضروري عند التشكيل تضغطون على الأطراف بشكل صحيح وقوي حتى لا تنفتح عندكم الحلة. بعدها حضرت هذا القالب أو الطاولي، مسحته بكمية من الدهن. طبعا أنا استخدمت الدهن الحر، انتم بحسب رغبتكم ممكن الدهن العادي أو الدهن الحر، لكن الدهن الحر ينطيها طعم أطيب. وملاحظة الزيت ما يصير يعني ما يرهم لهذه الوصفة، ضروري تستخدمون الدهن الصينية أو القالب. بعدها كملت كل الكمية بهذا الشكل. أثقبها طبعا من الجهة المبرومة وأوسع المكان الحشوة، وبعدين أخلي الحشوة وأضغط عليها بهذا الشكل. وضروري أنوه مرة أخرى بين الأطراف واضغطوا عليها جيدا حتى لا تنفتح عندكم بالشوي. حبايب ضروري تتركون اللايك من ايديكم الحلوة حتى يوصل الفيديو لأكثر عدد من المشاهدات والكل يستفاد. وحبيت تشاهدون ايضا القطعة شلون ممرقة، وهذه بعد ما كملت كل الكمية بنفس الطريقة. ضفت لها طبعا كوب من دهن الحر ووزعته عليها. طبعا ضروري تضيفون الدهن لكل القطع حبايب وبصورة يعني مكثفة حتى تنطيكم توريقة أكثر، لأن هذا الدهن هو اللي يساعد على الحلا على التوريقة مالتها، يعني تبين وتكون مقرمشة أيضا. طبعا وزعت كل كمية الدهن بهذا الشكل مثل ما جاي تلاحظون، وكل ما تكثرون دهن كل ما تنطيكم نتيجة أفضل. تركتها 10 دقائق فقط مجرد الدهن تلامس بيها، وبعدها دخلتها الفرن على درجة الحرارة 150 من الأسفل وطبعا بالرف الوسط، وتركوها حبايب براحة حتى تنطيكم توريقة أفضل وأيضا تقرمش. ملاحظة طبعا بعد خروجها من الفرن مباشرة يضاف القطر أو الشيرة. طبعا راح اترك لكم رابط القطر أو الشيرة بصندوق الوصف. طبعا هنا عندنا مقادير القطر أو الشيرة اللي ما يدخل على صندوق الوصف هو كوب من السكر وكوب من الماء وقليل من اللامندوزي، نتركهم على النار مدة 5 دقائق وبعدها نتركهم إلى أن يبردون. طبعا أسباب فشل القطر هي الحركة المستمرة بالقطر، لأنه الملعقة تكون بها سكر وتظلون تاخذوها وتجيبوها على القطر وبعدها القطر راح يسكر عندكم. طبعا بعد ما وزعت القطر أو الشيرة على الحلا تركتها إلى أن بردت تماما، وزينتها بالفستق الحلبي وقدمتها. ومثل ما جاي تلاحظون الحلا جدا راقية ومرقة وترفة والطعم خرافي، والحشوة مالتها طبعا جدا راقية. وهذا وصلنا لنهاية الفيديو، ولا تنسونا من الدعاء. مع أختكم مطبخ الزيتون، ومع ألف سلامة.